لو بتستخدمي أزادرم وسكينوريتش ومفيش أي نتيجة برغم إنهم من أقوى الكريمات لعلاج الحبوب والتصبغات، بس الحقيقة المشكلة في طريقة استخدامك ليهم. في الفيديو ده بقى هقولك إيه الفرق الحقيقي بين الاتنين، هتعرف كل واحد فيهم مناسب لأني نوع بشرة وتستخدمه لإيه وإزاي، وكمان إيه أكتر المشاكل اللي بتحصل لبشرتك وإنت بتستخدمه عشان نمنعها ونعالجها. لو بشرتك دهنية أو مختلطة، حساسة أو لأ، وعايزة حاجة خفيفة علاجية، يبقى استخدمي الأزادرم. اما بقى لو بشرتك معرضه للحبوب مش حساسه، فسكينوريتش الخيار الاحسن ليكي، بس اختيارك الغلط بينهم ممكن يزود الحبوب بدل ما يعالجها. يعني مثلا سكينوريتش لو استخدمتيه للحبوب الملتهبه واثار الحبوب الحمراء، ممكن يكون ليه اثر عكسي عليها ويلهبها اكتر ويخليها اعمق. بس طبعا استخدميه بقلب جامد للحبوب اللي تحت الجلد، سواء كانت رؤوس سوداء او بيضة او اثار حبوب بنيه او تقشير بشكل عام، عشان في بشرات ما تتحملش الساليسيليك اسيد اللي موجود في السكينوريتش. اما الازادرم فايوه هو اقوى حاجه للحبوب الملتهبه واثار الحبوب الحمراء، بس ده مش معناه انه مش مناسب لباقي المشاكل، يعني عادي تستخدميه ليها، بس لو عايزه حاجه اقوى واسرع فاستخدمي السكينوريتش. هتقولي طب ما انا بستخدمهم بيطلعوا لي حبوب وبيقشروا وشي فبوقفهم. هقولك وده بالظبط السبب اللي بيخليك مش بتاخد منهم اي نتيجه. خلينا متفقين سواء كان الازادرم او سكينوريتش لازم نستخدمهم بالتدريج. لو اول مره يعني مرتين في الاسبوع لمده اسبوع، وثلاث مرات في الاسبوع للاسبوع اللي بعده، وهكذا لغايه ما نستخدمه كل يوم. طب لو بيقشر بشرتي وبيطلع لي حبوب، اقولك في نوعين من الحبوب انا بسميها حبوب طيبه وحبوب شريره. الطيبه بتطلع لك في اماكن انت متعوده ان يطلع لك فيها حبوب، فهتكملي عليه عادي لان ده اسمه تنظيف بشره، والحبوب دي هتروح لوحدها في خلال اسبوعين. اما الشريره بتظهر في اماكن انت عمرك ما طلعلك فيها حبوب اصلا، ده اسمه تهيج بشره، فلازم توقفيه وتهدي بشرتك بمرممات. طب التقشير اللي بيحصل لبشرتي محتاجين ترطيب بس؟ ايوه محتاجين ترطيب بمرممات قويه، الا في حاله واحده بس هقولها لك بعد شويه. طب لما بستخدمه بيهيج بشرتي كانها بتولع، هقولك ده عادي، لما يحصل كده امسحيه بميه ورطبي بعديه. سيبتيه على بشرتك كام دقيقه علشان المره الجايه تزودي المده دي، ده اسمه تدريج. ومش هوصيكي طبعا قبل ما تستخدمي اي واحد فيهم لازم تغسلي بشرتك بغسول لطيف وتنشفي كويس جدا، سواء قبل الازادرم او السكينوريتش. تحطي منهم قد حبه البسله على المكان وبتفرديه بطبقه رفيعه. اكيد بقى دلوقتي في شويه اسئله في دماغك كده، زي مثلا حصل تقشير لبشرتي برضه بسببهم، اوقفهم؟ لا ما نوقفهمش الا في حاله واحده بس، لو استخدمنا مرطبات كتير جدا والقشور والتقشير اللي موجود على البشره ده مش بيروح، ساعتها لازم نوقفهم. ممكن استخدم الاثنين الازادرم والسكينوريتش مع بعض؟ لا طبعا، احنا كده بنرهق حاجز البشره وبنعمل تقشير اوفر عليها. تخيل انت بتحط 34% ازاليك اسيد و2% ساليسيليك اسيد. طب استخدم اي واحد فيهم عادي مرتين في اليوم؟ عادي ممكن نستخدمهم مرتين في اليوم، بس الصبح ما نتعرضش للشمس. طبعا نتاكد اننا بنستخدم واقي شمسي مناسب لينا. طيب امتى الاقي منهم تاثير اصلا؟ في خلال من 4 ل 6 اسابيع هتبدا تلاحظ تاثير فعلا وتبدا تحل المشكله، سواء كان الازادرم او السكينوريتش. لو فاكره كده بقى انك فاهمه كل حاجه عنهم، لا، في الجزء التاني بقى هقول لكم ايه الغلطات اللي لو ما عرفناهاش وعملناها ممكن تبوظ النتيجه. ما تنسيش السبسكرايب وتفعلي الجرس عشان توصلك كل الفيديوهات الجديده، ومنهم طبعا الجزء التاني. اشوفكم الفيديو الجاي.